يا ترى تعرف الفرق ما بين كلمة بوست وبوست؟ في الفيديو ده إن شاء الله هعرفك الفرق مع الأمثلة المترجمة، ويلا بينا نبدأ. أول كلمة معايا كلمة بوست، وكلمة بوست ممكن تيجي verb أو noun، اسم أو فعل. والتعريف بيقول to increase or improve something and make it more successful. to increase or improve something and make it more successful، يعني زيادة أو تحسين شيء ما وجعله أكثر نجاحا. والسينونيم بتاعتها أو المرادفات بتاعتها بتساوي كلمة improve أو enhance. improve او enhance. وممكن كمان تيجي noun الاسم، يعني بمعنى something that does this، الحاجه اللي بتخلي في زياده او تحسين، ده بسميه بوست. تمام. ممكن يكون معناها بالعربي المعنى الحرفي يعني تعزيز او دعم، تعزيز او دعم. تمام. والامثله معانا بتقول The plan was meant to boost agricultural production. The plan was meant to boost agricultural production. يعني كان الهدف من الخطة هو تعزيز الإنتاج الزراعي. The plan was meant to boost agricultural production. Agricultural production اللي هو الإنتاج الزراعي، وبوست معناها يعزز. أما المثال الثاني اللي بيستخدم كلمة بوست على إنها noun بيقول winning the award was a significant boost to her career. winning the award was a significant boost to her career، يعني كان الفوز بالجائزة بمثابة دفعة كبيرة لمسيرتها المهنية. يبقى كلمة بوست هنا مش معناها يعزز، دي معناها دفعة أو تعزيز. winning the award was a significant يعني كبير أو مهم، boost to her career دفعة كبيرة جدا لمسيرتها المهنية. اما الكلمه الثانيه اللي معانا كلمه بوست، كلمه بوست ودي بتيجي فيرب او فعل بمعنيين. المعنى الاول بيقول to talk too proudly about your abilities, achievements or positions. to talk too proudly about your abilities, achievements or positions، يعني تتحدث بفخر شديد عن قدراتك او انجازاتك او ممتلكاتك. ودي بتساوي كلمه brag. brag يعني يتفاخر برضو، يبقى boast يعني يتفاخر. والمثال بيقول She boasted that her son was a genius. 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 يعني لقد تفاخرت بأن ابنها عبقري. أما المعنى الثاني لكلمة boast معناه يحتوي على أو يمتلك. If a place أو object or organization boasts something, it has something that is very good. If a place لو مكان ما أو object أو organization boasts something يحتوي على شيء ما، it has something that is very good. يعني لو كان المكان أو الشيء أو المنظمة يفتخر بشيء ما، مش قصده يفتخر، هو قصده ان هو يحوز او يمتلك او يحتوي على، فانه يمتلك شيئا جيدا جدا. تعال نشوف المثال بيقول ايه. The city boasts two excellent museums. The city boasts two excellent museums، يعني تتميز المدينة بمتحفين ممتازين، او تحتوي المدينة على متحفين ممتازين. يبقى كلمة بوست هنا مش معناها يتفاخر، هي معناها يحتوي على او يتميز به. وتعالى بقى نستخدم الكلمتين مع بعض في جملة واحدة ونقول The company hopes the new marketing strategy will boost sales and allow them to boast about their success in the industry. The company hopes the new marketing strategy will boost sales and allow them to boast about their success in the industry. The company hopes the new marketing strategy will boost sales and allow them to boast about their success in the industry. يعني تأمل الشركة أن تساهم استراتيجية التسويق الجديدة في تعزيز المبيعات والسماح لها بالتفاخر بنجاحها في الصناعة. المثال مرة تانية. The company hopes the new marketing strategy will boost sales and allow them to boast about their success in the industry. يبقى كده استخدمنا كلمة boost بمعنى يعزز، وبوست بمعنى يتفاخر بيه. تمام. وتعالى بقى دلوقتي نحل بعض الأسئلة على الكلمتين دول. أول سؤال معاه بيقول Which word means to increase or improve something؟ ايه الكلمة اللي معناها يزيد او يحسن شيء معين؟ هل كانت بوست ولا باست ولا بوست ولا باونس؟ طبعا الإجابة هتبقى بوست. بوست معناها يعزز او يزود. اما السؤال الثاني بيقول which word is used when someone proudly talks about their achievements؟ ايه الكلمة اللي بستخدمها لما حد يتفاخر او يتكلم بطريقة فخورة جدا عن حاجته او انجازاته؟ بيست ولا بوست ولا بيرست؟ طبعا كانت الإجابة بوست اللي معناها يتفاخر. الأسئلة اللي بعد كده بتقول choose the sentence، اختار الجملة
that correctly uses both boost and boast. اختار الكلمة اللي بتستخدم boost و boast بطريقة صح. هسيبك تقرأ الأمثلة وهنختار مع بعض. أول جملة بيقول they boost their boast by working harder، ولا she boasts her energy to boost the team، ولا the company hopes to boost profits and boast about its success، ولا he boosts his boast every day at work. طبعا الجملة الوحيدة اللي استخدمت الكلمتين صح هي C. The company hopes، الشركة تأمل، to boost profits، إن هي تزود البروفيتس أو الأرباح، and boast، وتتفاخر about its success، تتفاخر بنجاحها. السؤال الرابع بيقول which of the following is a synonym for boost؟ ايه هي الكلمة المرادفة لكلمة boost او يعزز او يدعم؟ هل كانت brag ولا celebrate ولا enhance ولا praise؟ طبعا لو رجعت الاول الفيديو هتلاقي ان كلمة boost بتساوي كلمة enhance او improve. اخر سؤال معانا بيقول which of the following is a synonym for boast؟ boast اللي هي يتفاخر، هل هي improve ولا brag ولا support ولا lift؟ طبعا الإجابة لو رجعت تاني هتلاقيها brag، وbrag معناها يتفاخر. وبكده يكون خلصنا فيديو النهارده وتعلمنا الفرق ما بين كلمة بوست اللي معناها يعزز او يدعم او تعزيز او دعم، وكلمة بوست اللي معناها يتفاخر او يحتوي على. طبعا ما تنساش ان لو وصلت لحد دلوقتي ما كنتش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك وكومنت على الفيديو بالكلمات اللي احنا قلناها وامثلة، وكمان تعمل شير الفيديو مع اكتر عدد من الناس علشان نوصل لاكبر عدد المتابعين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.